يسعد لي مساكم يا أحلى متابعين. اليوم راح أسوي معاكم كيكة العسل الكذابة. لازم كمان ثاني يوم نتناولها، فحبيت أعملها معاكم بسرعة. فحنسوي كيكة العسل الكذابة، سهلة وسريعة جدا وجدا لذيذة. خليكم معايا، يلا على السريع. راح نسوي توفي وراح نسوي كاسترد. عندي مكونات الكاسترد والتوفي. للتوفي عندي قشطة وزبدة وسكر، وللكاسترد حليب وسكر وكاسترد، وممكن تستبدلوه بالنشا وتعملوا مهلبية مو كاسترد. عندي كمان بسكوت شاي، عين جمل وكاجو راح نحمصهم. ويلا نبدأ. عندي هنا كوب سكر راح انزله في القدر، راح انزل معاه 50 جرام زبدة، نص اصبع. هذا راح نخليه السكر يسيح ويتكرمل وتسيح مع الزبدة. في قدر ثاني حنسوي الكاسترد. عندي لتر حليب تعادل 4 أكواب معيارية، حضيفها بالقدر. طبعا أنا دوبت حليب يا جماعة بودرة عادي في مية، ممكن تستخدموا الحليب البودرة على الحليب العادي زي ما تحبوا، إنه توفر. الحليب البودرة بيعطي دسامة، وممكن تحطوا حليب سائل وتضيفوا له كم معلقة حليب بودرة بيعطي دسامة. عندي هنا كوب سكر أو حسب ما تحبوا، حسب الرغبة السكر. الكاسترد عندي 3/4 الكوب، طبعا أكواب المعالق المعيارية بتحطوا الربع 3 مرات، وممكن تستبدلوه بالنشا زي ما حكينا، بس طعم الكاسترد بيعطي كتير طعم لذيذ للوصفة. طبعا دائما في نشا او في كاسترد او في طحين بنحرك على البارد، وبعدين بنحطهم يغلوا على النار. على البارد حنحرك، حطيته على النار، حنستمر بالتحريك لحد ما يغلي. شوفوا لي هنا التوفي مع الزبدة. ضروري يا جماعة تكون النار واطية، لو كانت نار عالية واجيتوا تحطوا القشطة ما راح يزبط معاكم. ضروري نار واطية، لسه ما داب السكر بس يدوب، بعدين حنحط القشطة. شايفين لي اللون الذهبي الحلو؟ شايفين ما احلى؟ لازم نار واطية عشان ما ينحرق، وعشان مع الزبدة كمان صراحة ساعدت. وما تقولوا زبدة كتير، لا مش كتير، لانه عشان احنا عاملين وصفة، يعني ممكن في توفي تاني ما نحط هالقد زبدة. عندي هنا علبة القشطة، بنحط ونحرك سريع، بدنا تحريك سريع، وانتبهوا تنحرقوا. اذا خايفين البسوا جلافز. لازم تحريك سريع جدا عشان ما يتكتل، ولو تكتل معاكم ضلوا حركوا بيدوب ما بيتكتل. بس ما شاء الله شوفوا ولا اي تكتل. وهي احلى توفي صار جاهز. لا اي وصفة بدكم اياه اعملوه، لا سينابون، لا كيكة الجزر، لا اي وصفة فيها توفي رائع، والطعم بيشهي صراحة. طبعا بس يبرد راح يجمد كتير. رهيب التوفي هذا، مش بس لهاي الوصفة، لكل الوصفات. طبعا هنا انا تاركة الكاسترد على نار واطية، مع انه المفروض ما اتركه، بس على خلصت التوفي تحريك واستماع. اعلي النار شوي عشان يغلي. عندي تعليق بس على التوفي يا جماعة. لما حطيت القشطة صراحة طلعت حرارة عالية جدا على ايدي، الحمد لله ما انحرقت. فالبسوا جلافز افضل، ضروري تلبسوا جلافز. وهنا الكاسترد شوفوا هو جامد، ولكن عادي لانه لسه راح نحط عليه التوفي، فما بدنا اياه كتير كتير يكون سائل او يكون طري، هيك افضل. عندي ملاحظة، لا تتركوا التحريك ابدا. يعني انا مجرد بس ما حكيت لكم عن التوفي انتبهوا، بدأ يغلي فبدأ يتكتل، بس لحقته الحمد لله. عادي لانه لسه راح نخلطه مع التوفي، فما تتركوه ابدا. الحاجات هذه ما بدها ابدا مهلبية، الاشياء هذه ما بدها ترك ابدا، اول ما تتركوها بتتكتل. عندي هنا التوفي نضيفه على الكاسترد. فبدنا نكون سريعين عشان لازم بسرعة سريع سريع نسوي المكونات كلها، نخلطها ونبدأ نغمس البسكوت ونكمل الوصفة. حنخلط شوفوا لي اللون بعد ما خلطناهم سوا. حنبدأ يلا نطبق الوصفة. حسيت في تكتل خفيف يا جماعة، فبالمكسر شوي ضربته، لأنه صراحة بحب وصفاتي تكون متقنة، ما حبيت أي تكتل في الخلطة،
بس ما تطولوا عشان ما تبرد. عندي هنا صينية أو صحن، يفضل يكون مربع لأني جبت بسكوت مربع، وراح أبدأ أبلل البسكوت زي ما انتم شايفين وأرصه. راح أحط هنا، ولا بلاش خلاص هو راح يلزق. بدنا نكون سريعين عشان الخليط ما يبرد، ونبدأ نرص بسرعة بسرعة. نبلل البسكوت في المي في الحليب، معلش، بسرعة نبدأ نرصه. بس مو مشكلة، أحط كمان طبقة أحسن. أنا من قبل عاملة طبقات أكتر على فكرة، وعادي زي ما تحبوا تعملوا الطبقة. هناخد من الخليط اللي سويناه وندهن على البسكوت. عدد الطبقات والحشوة بتتحكموا انتوا فيها زي ما بدكم. هنا بالسباتولا راح ادهن. طبعا كل ما كترتوا كل ما كان ألذ. حنعمل طبقات لحد ما تحسوا انه خلص استكفيتوا. يعني انا من قبل عاملة 6 طبقات، اليوم كمان راح اعمل نفس الحاجة تقريبا. حناخد 6 طبقات ونشوف كيف. ونفس الكرة حنرجع نبلل البسكوت بالحليب او نغمس البسكوت بالحليب، ونرجع نرصه كمان طبقة، وهكذا لحد ما نخلص. المرة هذه حبيت الحشوة تكون أكتر، فقللت عدد الطبقات والبسكوت كمان. طبعا آخر طبقة بتكتروها عشان راح ندهن الحواف. راح أدهن كامل وأرجع لكم. وبعد ما انتهيت راح أضيف المكسرات بعد ما حمصتها. طبعا يا اما بتحمصوهم بالطاوة على النار، يا اما بالقلاية الهوائية، يا زي ما انا عملت بالميكروويف. حطيت الكاجو على صحن الميكروويف 3 دقايق، وعين الجمل دقيقتين. انا صراحة بحمص بالميكروويف، وانتو زي ما تحبوا، او ممكن بالقلاية الهوائية غالبا كمان. راح اطحنهم يكون خشن، وبعدين ارشهم على الوجه. ممكن تطحنوا معاهم بسكوت، ولكن انا حابة يكون بس الطعم مكسرات زي ما تحبوا. وكده بعد ما طحنتها راح ابدأ اخذ منها وارش طبعا هنا على الوجه وكمان على الاطراف. طبعا لابسه في ايدي جلافز، راح امسك كده شوي من المكسرات ونبدا كده نلزق على الحواف. والشكل النهائي يا جماعه شايفين؟ كيكه عسل، كيكه عسل، ما في اي فرق. راح ندخلها الثلاجه، ممكن اقطعها اخر الليل، ممكن اقطعها بكره، حسب صبر الاولاد. لانه بخاف اصحى بكره الاقيهم ماكلينها قبل ما اصورها، فلازم نصور قبل ما يفترسوها. وبالعافية علينا وعليكم. راح احط لكم الطريقة جدا سهلة، جربوها. العالم متابعيني العسل، بعد ما بردنا كيكة العسل ليلة بالثلاجة راح نشوف النتيجة النهائية. وعادي بتقدروا تاكلوها فورا، ولكن حبيت اقدمها بعد بيوم. كل ما الطبقات شربت الكريمة وشربت كده اخذت الطعم، كل ما كان ألذ. معروفة كيكة العسل سواء العادية او الكذابة. حابين تزينوها بأي فواكه اختياري، ولكن الأساس ما بينحط لها صراحة فواكه، فأنا راح أخليها زي ما هي، وبتتقدم كمان كده بالكافيهات. راح نقطع شوفوا لي ما شاء الله، شوفوا الروعة، شوفوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شكلا ما بتفرق عن كيكة العسل نهائيا.
طبعا حابين تزيدوا الطبقات ممكن تزيدوا الكريمة والطبقات، ولكن أنا حبيت يكون الكريمة اللي بين الطبقات أكتر فبيكون طعمها ألذ. بس صراحة خرافية، رائعة رائعة جدا. ولقطة تانية كمان، شوفوا لي الجمال، شوفوا بتجنن. امبارح كتير قالوا لي اعمليها ببسكوت الكوفي جاي بتطلع لذيذة بإذن الله إن شاء الله المرة الجاية. بس عن جد إبداع، كيكة فنانة صراحة. وقت التجربة أهم حاجة عينكم على الطبقات بس، شوفوا شايفين رهيبة. جربوها وانتم مغمضين، وحاولوا تستخدموا بسكوت كوفي جاي، حيعطيكم كمان راح يعطيكم طعم أفخم وألذ. رائعة رهيبة صراحة، رهيبة عن جد رهيبة. وبالعافية.